كلنا عندنا نفس البدايات العظيمة، الحماس الزائد، الصحيان بدري الساعة 5 الصبح عشان نخلص حاجة ورانا، الدفاتر الجديدة اللي بنشتريها، وعلبة أقلام التظليل مختلفة الألوان، والوعود اللي بنقطعها قدام المراية. بس ليه بيتبخر كل ده بعد أسبوع؟ ليه بيكون نفسنا نبدأ وبنفشل في الاستمرار؟ النهاردة مش هنتكلم عن التحفيز، النهاردة هنتكلم عن عقيدة الالتزام. كلنا عندنا خطة عشان نبدأ التنفيذ، بس الفرق بين اللي بيغير حياته فعلا وبين اللي بيفضل مكانه مش الذكاء أبدا ولا الحظ، ولكن القدرة على فعل حاجة جديدة فعلا كل يوم لنفسه بنفس الجودة، حتى في الأيام اللي ما بيكونش فيها عنده رغبة إنه يقوم من على السرير. هنفك مع بعض شفرة الالتزام وهنعرف ليه دي أكبر معركة بتحصل له، وكالعادة هنقسم الحلقة بتاعتنا لأربع أجزاء. الجزء الأول وهم البدايات. الحماس هو وقود البدايات، ولكنه وقود سريع الاشتعال وسريع الانتهاء. الاعتماد على المزاج هو أكبر خطأ بيقع فيه أي حد عايز يبدأ حاجة جديدة، لأنك بتعتمد على الدوبامين. العقل بيفرز الدوبامين بمجرد التخطيط، فتحس بالرضا قبل ما تبذل جهد حقيقي. في مبدأ تاني بيأخر برضه اسمه كل شيء أو لا شيء، يعني لو مش بتبدأ وانت مستعد على أكمل وجه ما بتبدأش، وده غلط. ومبدأ انتظار الوقت المناسب وتأثير نهاية الأسبوع من ضمن الحاجات اللي بتعطل. وهم البدايات هو اعتقاد نفسي إن البداية الجديدة هتكون كاملة وخالية من الأخطاء، وده غالبا بيؤدي للتأجيل وبيجمل الواقع الحالي. أهم جوانب وهم البدايات إنه جمال زائف. البدايات دايما بتكون جميلة ومثالية لأن الأشخاص بيظهروا أفضل ما عندك، كمان بنخفي عيوبنا في اللقاءات الأولى وده بيخليها وهمية. فيه تأجيل للحياة، بيقع البعض في انتظار بداية جديدة زي هبدأ من أول اليوم الجديد أو زي هبدأ من أول الأسبوع الجاي، بيؤدي إلى إهدار الوقت الحالي على أمل انتظار وقت مجهول. انطفاء الشغف اللي بيصاحب البدايات غالبا بيقل لأن الالتزام بيكون صعب وبتظهر العيوب مع الوقت، وده بيسبب خيبة أمل. النضج وفهم الحقيقة مع الخبرة بيقل الانبهار بسحر البدايات، وبيبقى التركيز على إدارة التبعيات والواقع الفعلي. نصيحة للخروج من الوهم: عيش يومك الحالي وما تجملش الموضوع لنفسك بأكتر من حقيقته، لأن الاستمرارية بتتطلب قبول العيوب والسعي بجد مش الشغف بس. الجزء الثاني، لماذا نفشل في الاستمرار؟ بنفشل لما بنرفع سقف التوقعات بتاعتنا، وارتفاع المبالغ فيه بيؤدي إلى إحباط وتعاسة رغم تحقيق نتائج كويسة. التوازن النفسي بيتطلب ضبط التوقعات لتتوافق مع الواقع والنقص البشري الموجود، مما يحمي من الصدمات ويحقق الرضا دون إهمال للطموح. في 5 نقاط أساسية حول سقف التوقعات. خيبة الأمل: كلما ارتفع سقف التوقعات زاد احتمال الخذلان وخيبة الأمل. المثالية والواقع: تجنب رفع التوقعات لدرجة المثالية، لأن الجمال يكمن في البساطة وقبول القدرات المحدودة. علاقات الناس: لا ترفع سقف توقعاتك في التعامل مع الناس لتجنب الندم والإحباط، فالتوقعات الحالية من الأشخاص تؤدي إلى استنزاف المشاعر. التوازن: خفض سقف التوقعات لا يعني قتل الطموح، بل يعني التقبل والرضا بما يتم إنجازه مع الاستمرار في العمل. الاستمتاع بالإنجازات: ارتفاع سقف التوقعات بيحرمك من الاستمتاع بلحظة الفرح بالنجاح. الجزء الثالث، فلسفة الصبر والثبات. فلسفة الصبر والثبات هي رؤية حياتية بتعتمد على الصبر والمقاومة أمام تحديات الحياة لا الاستسلام، والاستمرار في العمل رغم الصعوبات وعدم ظهور نتائج فورية. أهم النقاط حول الصبر والنجاح: جوهر النجاح نفسه. النجاح بيبدأ بالصبر، بيكبر بالمحاولة، بيثبت بالالتزام والانضباط. مقاومة الإحباط: الصبر بيمنح القدرة على التحكم بالمشاعر وتجنب الاستسلام، وده بيؤدي لتقوية العزيمة ومواصلة السعي. الرضا في الرحلة: الصبر مش معناه الجلوس بانتظار النتائج، بالعكس هو رؤية للمستقبل ولكن بنفس راضية دون اعتراض داخلي. الاستمرارية: التكرار الهادي لنفس الخطوات البسيطة كل يوم ممكن يشق الصخر. الجزء الرابع، عقيدة الالتزام. الالتزام هو التعهد الذاتي بالاستمرار في أداء المهام أو تحقيق أهداف معينة رغم التحديات، وهو مفتاح الإنتاجية. بيشمل الالتزام أبعاد شخصية زي العزيمة، وبيكون عمود أساسي في تحمل المسؤولية. أهم جوانب ومفاهيم الالتزام: الالتزام الشخصي والذاتي، وهو القدرة على الاستمرار في الوفاء بالوعود تجاه النفس وأهدافها حتى في أوقات غياب التحفيز، وده اللي بيسمى بالانضباط الذاتي. الالتزام في العمل: بيجي من حماس الموظف ومسؤولياته تجاه مهام الشركة، بيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل. الالتزام القانوني، وهو واجبات وحقوق تعاقدية بين دائن ومدين، بتجبر المدين على أداء عمل لصالح الدائن، وفي حالة المخالفة بيترتب عليها مساءلة قانونية. الالتزام الديني هو منهج بيجمع بين العقيدة والعبادة والمعاملة الحسنة والأخلاق، ومرتبط بالاستقامة السلوكية. طب إيه هي أهمية الالتزام؟
تحقيق الأهداف الحياتية والمهنية، والحفاظ على المرونة والتعلم من العقبات، زيادة الإنتاجية والربحية في أفضل وقت بأقل جهد من خلال ترتيب الأولويات، بناء الثقة الشخصية بقبول الذات وتحديد الأهداف الصغيرة القابلة للتحقق. وفي النهاية مفيش حد هيسألك عن عدد المرات اللي بدأت فيها، بس هيسألك عن عدد المرات اللي موقفتش عندها. الالتزام مش عقاب بتفرضه على نفسك، بل هو أعلى درجات احترام الذات. ابدأ بحاجة بسيطة بس متوقفش أبدا، وخليك فاكر إن الالتزام هو الطريقة الوحيدة في تنفيذ ما تستحق وتطمح إليه. قول لي في التعليقات ايه الحاجة اللي بتلتزم بيها بقالك فترة ومش بتكمل، وهنحاول نبسط الأمور في الحلقات الجاية. وطبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك واشتراك في القناة. أشوفكم في الحلقات الجاية بإذن الله. سلام.